ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام حسين، اخصائي تغذيه ومتخصص في علم الهرمون. بص بقى، الموضوع ده بصراحه حساس. بتعمل بي سي تي ولا تي ار تي؟ انا هخش في الموضوع على طول. ايه الفرق بين البي سي تي والتي ار تي؟ البي سي تي بوست سايكل ثيرابي. بعد ما خدت السترويد ووقفت، بتحاول تنظف وتخلي الهرمونات الطبيعيه بتاعت جسمك ودوره الهبته اللي هي الاتش بي تي اي ترجع لطبيعتها، وهي دي دوره التستوستيرون الطبيعيه في الجسم. اما التي ار تي هو علاج تكميلي لنقص التستوستيرون، وهو تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي. عشان كده تي ار تي اسمه تي ار تي. ده حاجه وده حاجه. تي ار تي ده اصلا اخترعوه للناس اللي معديه سن ال 40. الواحد لما بيوصل لسن ال 40 وبيعديه، التستوستيرون بتاعه في الجسم طبيعي بيقل. عايز تقارني نفسك وانت 40 سنه ونفسك انت نفس الشخص وانت عندك 20 سنه؟ حاجه مش بديهيه. وانت 20 سنه بتلاقي التستوستيرون عندك بقى شغال، وبص، تصحى من النوم بتلاقي قد كده، بتفضل تخش تخبط في الغسالة. مش عايزين نخش في تفاصيل يعني. وهو لما بتصحى من النوم بتلاقيه ايه، متعمر وبص على اخره. اما بقى لما تبقى 40 سنة، لا، بتلاقي ان الدنيا مريحة معاك شوية. العلاقة لو انت متجوز مش احسن حاجة، التستيرون طبيعي بيقل مع الزمن. شعرك بيبدأ يقع. إيه، صحتك بدأت تتدهور. ما انت بقالك 40 سنة القلب شغال والكبد شغال والكلية شغالة. وسلام بقى لو انت كمان مدخن، فكتر خير الدنيا اساسا ان انت عايش. فلما بتكبر في السن وتبقى كسر ال 40 او كسر ال 50، التستيرون بتاعك او هرمون الذكوره بيقل. دي حاجه طبعا بديهيه. فانت بتحاول تعوض النقص ده من بره، فبتاخد تستوستيرون من بره مدى الحياه عشان ترجع التستوستيرون بتاعك للطبيعي ايام لما كنت شباب. ده التي ار تي. في بقى مدربين كتير قوي يا عيني غلابه والله العظيم، وبيصعبوا عليا، وكميه الجهل ابن الوسخه اللي بقى منتشر قوي والتجاره. يقول لك لو انت هتاخد هرمون وهتوقف، خلاص نضف وما ترجعش تاخد هرمون تاني. اما لو انت هتاخد هرمون وبعد كده هتكمل، لا، ما تنضفش وخد تي ار تي. فاهمني؟ واخد بالك؟ انت بقول لك معاكم دكتور كذا كذا، دكتور غدد صماء. لو انت هتاخد هرمون وهتوقف، كمل بي سي تي. لو انت هتاخد هرمون وبعد كده هتاخد تاني، هترجع تاخد تاني، لا، ما تمشيش على بي سي تي وما تنضفش، امشي على تي ار تي. جهل. تي حل ان انت لما تعمل سايكل هرمون وبعد ما تخلص السايكل ما تعملش بي سي تي. لا، روح اعمل تي ار تي وكمل. اضرب واحده تيست في الاسبوع لحد ما تبتدي السايكل الجديد. للاسف ودي اسوأ حاجه هيدمروا بيها الشباب والله العظيم. يعني من الضروري يكون بي سي تي. انت لازم لما تخلص السايكل تعمل بي سي تي. انت فعلا هتاخد كورس هرمون 3 شهور، بعد كده هتوقف وتنضف وتاخد تاني. انا بقول لك على ضمانتي امشي على بي سي دي. مفيش حد جاهل يقول لك امشي على تي ار تي. اصل هو يقول لك ايه، بل انت كده كده هترجع تضرب تاني. ليه توقف الغدد بعد كده تشغلها، بعد كده توقف الغدد بعد كده تشغلها، بعد كده توقف الغدد بعد كده تشغلها؟ ما تضرب على طول، وبعد كده وقف. لما تقرر توقف خالص بعد 100 سنة، وقف واعمل تنظيف بقى. طب هل انت بعد 100 سنة الضرب دول غددك هترجع زي الاول؟ هل ال اتش والاف اس اتش هيرجعوا، اللي هم الخسيتين، هيرجعوا يفرزوا زي الاول؟ انسى يا باشا، الخسيه نسيت اساسا هي كانت بتعمل ايه. لكن البي سي تي، لو انت بتاخد سايكل 3 شهور او 4 شهور، بتوقف تعمل بي سي دي، بترجع الخصيه ترجع زي الاول وتفرز حيوانات منويه وتستوستيرون. انت الجسم سبحان الله ربنا خلقه الجسم ذكي بطريقه مرعبه. انت لما بتدخله تستوستيرون من بره او هرمونات من بره، يقول لك الخصيه، تقول لك طب انا هنتج ليه؟ ما انا كده كده دخلت التستوستيرون من بره، انا هنتج لا يا عم. فالخصيتين بتقوم مريحين كده، ويقول لك انا مش هشتغل، كده كده داخل لي من بره. وتفضل الخصيه ما تنتجش ولا هرمونات التستوستيرون ولا هتنتج حيوانات منويه، فالخصيه تبدا تصغر وما تنتجش. لما انت بقى بترجع تنظف او تعمل تنظيف بعد السايكل، الخصيه بتبدا تقول لك ايه ده مفيش تستوستيرون داخل لي من بره. طب ايه الحل؟ فالمخ يقول لغده ال اتش والاف اس اتش الحقيني، انا مفيش هرمون بيبقى يدخل لي من بره، نعمل ايه؟ فالخصيتين تبدا تنتج تستوستيرون وحيوانات منويه تاني، فالغده بترجع طبيعيه تاني. لكن انت حضرتك لما تبقى واخد كورس 6 شهور ولا سنه من غير ما تنضف، وماشي على تي ار تي طول السنه، قال له الغدد بتاعتك هترجع زي واحد عمل كورس 3 شهور، غدته هترجع اسرع طبعا. انت عايز تقارن واحد بيضرب بقاله سنه زي واحد بيضرب بقاله 3 شهور والاتنين نضفوا، غدة مين هترجع اسرع؟ الخصيه بتاعت ده هترجع اسرع من ده؟ استحاله، ده بقاله سنه بيضرب. الخصيه نسيت اساسا ان هي كانت بتنتج تستوستيرون، وممكن لا قدر الله يجي لك عقم وما تعرفش تخلف اصلا. خلاص، ما انت الخصيه نسيت هي كانت بتعمل ايه.
انت بقالك سنه ولا سنتين ولا 3 سنين عاميها هرمون من بره، عمال تديها هرمونات من بره. عايز لما توقف تخس في ثواني كده تقول لك يلا احنا هنشتغل؟ انسى يا باشا، خلاص يا باشا، ايه اللي انا بقوله؟ انسى خلاص. الخس عندك نسيت هي كانت بتشتغل ازاي اساسا. لو ايوه في صحيح. امكانيه لل اتش والاف اس اتش ان هم يرجعوا وينتجوا تستوستيرون وينتجوا حملات منويه، انت بتقفل عليهم بتقول لهم ما تنتجوش، خلاص ما فيش امكانيه. كل ومن مصلحه المدرب اللي بيقول لك اعمل تي ار تي وما تعملش بي سي تي ان هو عايزك تشترك معاه. انت طول ما انت بتاخد تي ار تي وهرمون انت مجدد الاشتراك بتاعك معاه، مجدد الاشتراك. لكن انت لما تعمل بي سي تي لا، انت خلاص بقى بتنظف وتفضل شويه، بتخلي انزيمات الكبد ترجع زي الاول، انزيمات الكلى بترجع زي الاول، بتظبط الكوليسترول العالي، بتظبط الخصيه ال اتش والاف اس اتش، وبتظبط كل الشغل ده، وترجع بقى تبدا في سايكل تاني. على الاقل تكون يا عم شغلت، اقول لك على حاجه، على الاقل تكون شغلت يا عم الغدد بنسبه 50%، ارحم ما انت مش مشغلها خالص بنسبه زيرو. هتقارن بواحد الغدد بتاعته رجعت 50% وبدا سايكل تاني، زي واحد ما عملش تنظيف والغدد بتاعته قفلت عملت بلوك. ما تقارنش ده بده يا حبيبي. هي تجاره، المجال بقى وسخ بقى تجاره. لكن انت عامي نفسك وجسمك محطوط عليه ستريس، هرمونات داخله طول السنه طول السنه، انزيمات الكبد عاليه، انزيمات الكلى عاليه، ال اتش والاف اس اتش غدة الخصيتين عملوا بلوك، ما بقوش شغالين، الكوليسترول عالي وماشي عمياني كده وعادي. صحتك يا حبيبي، لو انت متغاضى عن صحتك او ما عندكش مشاكل ان مش مشكله انت تبقى من جوه خربان، بس اهم حاجه يبقى عندك شكلك جامد، انجوي، انت اللي هتشيل الخرا، البس، مش مشكله. عايز شكلك يبقى جامد طول السنه ما تعملش بي سي تي، ما تنضفش، انا بقول لك، بس شيل الخرا بقى. غده ما خصيتين مش شغالين، مفيش حيوانات منويه اصلا، طبعا ستريس على الجسم، انت طول السنه بتاخد هرمونات، غلط على القلب، غلط على الكلى، غلط على الكبد، غلط على الكوليسترول. مش احنا برضو انت مش بتنضف عشان الخصيه ترجع زي الاول، ده اكيد العامل الاساسي، بس برضو انت ناسي ان في انزيمات كبد وكلى وعضله قلب وكوليسترول عاليين. لازم برضو تعمل راحه، لازم تاخد فتره نقاهه للجسم وترجع تضرب تاني. فانت لو هتوقف وهترجع تضرب تاني اعمل بي سي تي، ما تسمعش اي متخلف جاهل ما اسمعش اي حد يقول لك اعمل تي ار تي، انت كده كده هترجع تضرب تاني، فتنضف ليه؟ وتلاقي الهرمونات بتاعتك نزلت وتبقى شبه اختها، وتحس ان انت تعبان ويجيلك فتره اكتئاب وهتخسر عضلات. طب معلش، ما العضلات اللي يعني هتخسر كام يعني في البي سي تي في التنظيف؟ 2 كيلو 3 كيلو يا عم، 5 كيلو لو انت بتتعلق قوي، يعني 5 كيلو هتخسر 5 كيلو في التنظيف. اول كيك ستارت في اول اسبوع في السايكل التاني هترجع 5 كيلو انت خسرتهم. اول اسبوع اسبوعين هترجع اللي انت خسرته في ثواني. لو دخلت مثلا داينابل او انادرول في ثواني يا معلم، اللي انت خسرته في البي سي دي هترجعه. مش قادر تستنى اسبوع؟ خلاص يعني ميت على نفسك قوي يعني، حاجه غير منطقيه. يا عم فيها ايه يعني لما توقف تفضل تاخد وتوقف وتنضف بعد كده تبدا تاني، بعد كده توقف بعد كده تنضف بعد كده تبدا تاني، فيها ايه يعني؟ ما تسيب يا عم الغده تفضل تفتكر، سيب الخصه تبقى فاكره ان هي كانت بتنتج حيوانات منويه. لكن انت لا، ازاي انا عايز ابقى جامد طول السنه، عايز ابقى خد بالك انت، مش مشكله خسيتي تبقى قد كده، قد الحبايه، قد 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 حبه الفول مثلا، او قد زبده الفول، عارف انت السودانيه لما تقشرها بتبقى قد كده. ما انت طول السنه هريها هرمون، الخصيه بتصغر، اقسم بالله انت ممكن تلاقي خصيتك بعد كده قد كده، والله العظيم مش ببالغ، خصيتك بقت قد كده ليه؟ الخصيه مش شغاله، صغرت. لكن لما انت تنضف لا، الخصيه بترجع تاني لحجمها الطبيعي، بتفضل تفتكر. زي برضو مثلا اقول لك على حاجه، ينفع انت تسيب مكنه مثلا او موتور مثلا عربيه سنه، اي جهاز او اي موتور تفضل سايبه سنه كامل؟ ما اكيد الموتور هيسخن وهيبوظ وهيتحرق. لكن انت بتوقف بتشغل الموتور شويه بعد كده تريحه، بتسيب الموتور يبرد بعد كده تقوم مشغله تاني، واول لما يسخن بتقوم مريحه، تعمل له تنظيف كده وايه، وتغير له زيت وتظبطه وتروق عليه، بعد كده تشغله تاني. ده افضل بكتير من ان انت تشغل الموتور سنه كامله ويسخن ويتحرق، مش عارف تجيب موتور تاني خلاص. لكن انت مش قادر تستحمل ان انت توقف الموتور 3 شهور وترجع مثلا، او شهر او شهرين وترجع ترجعه تاني. وعلى فكره التنظيف ماكسيمم شهرين،
التنظيف بيقعد شهر كامل، مش قادر تستحمل شهر، وشهر كمان برضو تتأكد ان برضو الدنيا رجعت تاني زي الاول، مش قادر تستحمل شهرين يا عم 3 شهور مش قادر، وهتخس 20% بس من اللي انت عملته، 20% بس. الناس تقول لك يا ده انا خسرت كل عضلاتي في البي سي تي. مفيش الكلام ده يا حبيبي، شويه بامب بس 20% 30%، شويه ميه بس. خد بالك الهرمونات بتحبس ميه، الديكا بتحبس ميه، الداينابول بيحبس ميه، التستوستيرون بيحبس ميه، الجي اتش بيحبس ميه. كل اللي انت بتخسره ده مش عضلات، اللي انت بتخسره ده لما بتعمل تنظيف وتوقف هرمونات شويه ميه محبوسه مش اكتر. انت عامل ازمه ليه؟ جهل والله العظيم وتجاره. وتلاقي الاساسا المدرب اللي بيقول لك امشي على تي ار سي ده بيبيع لك هرمونات، هو مكسبه، هو مستفيد من قفا حضرتك يعني. هو مستفيد انت بتدفع له اشتراك تدريب، وزائد ان هو ممكن يكون بيبيع لك الاسترويد، هو كسبان من كله. انت بقى انت ابن الجزمه، مش مشكله، انت مش فارق له. انا عن نفسي مش هقول لك بقى ان انا فشيخ بقى وبطلع، لا يا عم. انا اللي بيجي يقول لي انا عايز اكمل مثلا من غير ما انضف واقول له لا، روح شوف مدرب غيري. انت مش خايف على صحتك يا عم؟ لا. المدرب ده عامل زي البت كده بالظبط، ايه سمعتها؟ المدرب ده سمعه. فرحتي لما انت تبوظ مثلا وجسمك يبقى من بره جامد وتحليلك خربان، انا هستفاد ايه؟ ما انا ممكن اقول لك يلا يا عم نكمل وادفع لي اشتراك، يلا ونعمل بيك زي صوره بيفور وافتر جامده بس انت من جوه خربان. اي حد بيقول لي انا عايز اكمل من غير تنظيف بقول له مع السلامه، كمل مع مدرب تاني. انا كنتش معايا فلوس اجيب هرمون، بس مش معايا اجيب حمايات للكبد والكلى والقلب بقول له مع السلامه ما تجيليش. مش معاك فلوس تجيب حمايات ما تشتركش معايا، وفر الفلوس يا عم اللي انت هتشتركها مع اي مدرب وجيب بيها حمايات للكبد والكلى. انا ممكن اقول لك تعالى لي يا عم حمايات ايه وبتاع ايه، لا ان شاء الله الدنيا هتعدي. لا يا عم، ما كانش المدرب بيتقي ربنا في شغله خلاص، ما انت تشترك معاه مره وتتدمر وانزيمات جسمك كلها تتفشخ ويطلع ميتين ابوها، مش هتكمل معاه تاني خلاص بقى. والكلى لا، بالذات الكلى لما بتروح مع السلامه، الكلى لما بتروح ما بترجعش. الكبد لو انزيماته عليت والدنيا اتفشخت معاك، لا الكبد بيرجع بنعرف نسيطر عليه. لكن الكلى، القلب مثلا لما يجيلك تضخم في عضله القلب، الخصيه، في عندك اهم من الخصيه خصوصا كمان لو انت مش متجوز. يا عم لو انت متجوز ومخلف عيال كتيره ومش همك الخلفه، مش فارقه كمل تي ار تي. لكن انت عايز يا عم انت لسه صغير عايز تتجوز وتخلف، يعني انت متغاضى عن حته الخلفه؟ استحاله. انت عايز يا عم مش عايز تخلف، مش عايز تتجوز، اضرب يا عم، ما تنضفش، اضرب يا ابراهيم. بس ده نهايه الجدل، عشان انا بجد يعني خلاص. وده مش كلامي، ده كلام الكابتن الكبير على راسي من فوق، كابتن احمد زهير، اكتر واحد، اول واحد شرح الهرمونات في الوطن العربي اساسا على اليوتيوب، او ممكن كمان يكون في العالم. اول واحد شرح الهرمونات بالتفصيل، والصراحه انا استفدت منه جدا. انا كل خبرتي دي بفضل الله بسببه. كابتن احمد زهير من الناس اللي فاهمه، ولما يقول لك على حاجه امشي عليها وانت مغمض. الراجل ده فاهم وبيخاف على صحه اللعيبه بتاعته قوي قوي، اللي يقول لك عليه امشي. وكلنا، انا عن نفسي اتعلمت منه كتير قوي 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 قوي. طبعا زائد خبرتي يبقى زودت حاجات، بس انا لما جيت اذاكر هرمون صراحه كابتن احمد زهير من اول الناس اللي انا اتعلمت منها يعني. كابتن برضه يوسف عمرو من الناس المحترمه قوي، من اول برضه الناس اللي شرحت الهرمون. هو ده الوحيد تقريبا اللي شرح هرمونات في اليوتيوب. فانا قلت ايه، انا اكمل عليه واعمل حاجه برضه ما اتعملتش كتيره يعني. هبقى انا تقريبا انا تاني اصغر واحد تقريبا شرح هرمونات في الوطن العربي في غالبا انا. اكتب اسلام حسنين هتلاقيني تقريبا اصغر واحد على جوجل، هتلاقيني اصغر واحد شرح هرمونات. بفضل الله 20 سنه بس خبره تقيله. مش بحب اشكر في نفسي وكده يعني، بس عادي يعني 20 سنه بس خبره في المجال في حته الهرمونات دي. بس لو عايز تشترك اونلاين سواء كنت طبيعي او مستخدم هرمونات، اكتب لي، ابعت لي رساله على الانستجرام اسلام حسنين 7، او اكتب لي كومنت في اليوتيوب تحت وانا هرد عليك كل التفاصيل. كان معاكم اسلام حسنين في فيديو جاي.